إلى الحقيقة، وأنا هقول لكم كيف أنا وصلت إلى ما وصلت إليه. لم يكن القضية، كنت دائما من عادتي وأنا أمام الكعبة المشرفة أقعد كده قدام الكعبة وأقول اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل وألهمني رشدي وبصرني بمواضع قدمي. أنا قاعد قدام الكعبة يمكن يوم 8 ذي الحجة، يوم التروية أظن، وأنا قاعد جنب صديق ليا. وأنا على فكرة كنت بالمناسبة كنت أحج على حساب الدولة. أنا كنت أحج، أنا حججت البيت الحرام 3 مرات، 2 منهم على حساب مصر. مرة حسني مبارك كافأني باعتباري كنت الأول على مسابقة الأوقاف العالمية عام 88 في الفقه والسيرة، والمرة الثانية وزير الأوقاف لنشاطي في الدعوة الإسلامية أعطاني جائزة الحج أيضا. فكنت في أحد الحجتين أجلس أمام الكعبة، فقام فإذا بشاب يخرج من بيني وبين صديق يجلس بجواري وقال السلام عليكم يا شيخ. قلت له وعليكم السلام. والولد بيتكلم انجليزي، فقال ممكن اتعرف عليك؟ قلت له اهلا وسهلا يا سيدي. وانا كنت بخلقتي كده زي ماني كده بالابيض ده كده. قلت له اتفضل يا حبيبي. قال انا فلان الفلاني، شاب يعني يمكن ساعتها مثلا 20-22 سنه. قال لي انا اسمي فلان الفلاني، لا اذكر طبعا الاسم، ما اهتمتش يعني، وانا ايراني ادرس في لندن. قلت له يا اهلا وسهلا. ادرس في كليه الهندسه. قلت له اهلا وسهلا. قلت له يعني حضرتك شيعي؟ قال لي يا شيخ انا مسلم. قلت له يا سيدي عارف، بس انت شيعي؟ قال لي ايوه يا شيخ انا شيعي. قلت له انتوا اللي بتقولوا، والليسته طبعا الليسته المحفوظه، انتوا اللي بتقولوا التقيه ومصحف فاطمه وزواج المتعه، الليسته المعروفه، هو تحريف القران. عديت الليسته على طول، انا حافظها ترك 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 ورا بعضها. فهو قال شيخ انا يعني مش عالم، انا راجل يعني يعني ماليش، اذا حضرتك تحب تقعد مع علمائنا هنا في سوق غزة المقر بتاع البعثة بتاعتنا، اجيب تاكسي من قدام الحرم واخد حضرتك وتروح. قلت له اوي اوي، انت بتهددني؟ اتفضل يا اخويا. شوف بقى، لما انا كنت بدعي، اقسم لكم بالله كنت ادعو الله ساعتها ان يبصرني بمواضع قدمي. الشاب ده يخرج ويقول لي المفروض ان انت لما تبقى واثق في نفسك تقول قوي قوي يا اخويا. قلت له يلا يا حبيبي، انت لما تقول لي تعالى يا اهلا وسهلا اتفضل يا اخويا علماء ايه وبتاع ايه، اتفضل نروح للعلماء، ما نروحش ليه؟ ورحت قعدت مع علماء الشيعة 12 ساعة تقريبا، يعني مش اقل من 10 ساعات، وقعدنا مناقشات حامية يمين وشمال، عدة علماء. وبعدين واحد فيهم قال لي ايه شيخ ممكن نتفضل تخش معايا الأوضة نقعد لوحدنا؟ قلت له أو ومسكني بقى وتعالى، وأنا أقول له ويقول لي وأقول له دليل، كان عراقي طبعا، يقول لي دليل وأقول له دليل. وبعدين قال لي يا شيخ إذا مصر على الكلام ده قول لي أعمل إيه، بس أعمل معاك مباهلة عشان تصدقني؟ يعني أنت إذا قلنا كلمة على كيفك تقول تقية، وإذا قلنا مش على كيفك يبقى هو ده المطلوب، قول لي طب أعمل إيه؟ يعني المسألة وصلت. فقلت له إيه في الآخر؟ طبعا بعد نقاش طويل قال لي بس اسمع يا شيخ طارق، أنا عايز أقول لك كلمة رأيي فيك. قلت له اتفضل. قال لي أنت لا شيعي ولا سني، أنت بكلامك اللي أنا سمعته منها الأخذ والعطاء الآن أنت لا شيعي ولا سني. يعني كنت منفتح، يعني على الأقل مش متعصب. طبعا أنا شيخي لعلمكم الشيخ صلاح أبو إسماعيل الله يرحمه كان عدو الخميني ويكفره، وكان
العراق وزير الأوقاف العراقي كان يجي، وزير الأوقاف العراقي، ومعاه الدكتور بشار عواد معروف اللي يعرفه في العراق، ده أستاذ تاريخ إسلامي في جامعة بغداد في العراق. ييجوا جايبين الكتب بتاعة إحسان إلهي ظهير ويدوني من كل كتاب 50 نسخة أوزعهم في نكاية في الشيعة. إذن أنا دارس الكتب اللي كاتبة ومكفرة ومفسقة الشيعة، دارسها من الألف إلى الياء، يعني مفيش حد يعرف يضحك عليا. يعني قعدت مع الراجل واتفقنا، فقلت له اسمع يا شيخنا، لو تكرمت أنا أعدك أن أعيد دراسة الإسلام من جديد بصدر رحب، لن أكون منحازا لا إلى الشيعة ولا إلى السنة. أنا هدخل فيها زي ما بيقولوا الإنجليز كده نيوترال، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وسأعيد قراءة كل كتاب من كتبنا السنة ومن كتبكم من الجلدة للجلدة عشان أتأكد من المعلومات اللي موجودة في كتبكم منقولة من كتبنا. أنا أدعو كل سني مثلي أن يأخذ بالطريق الذي أخذته، وإذا بحثت عن الحق ستجده. هتجده، عارف ليه؟ لأن ربنا وعد بكده، قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يعني أنت بس ادرس بقلب خالص. أنا بقول لكم والله كنت عندما أقرأ أحيانا بعض الأشياء ولاقي الرأي والرأي المناقض، وتبقى في مسائل تاريخية فيها نوع من التوازن، يعني ما تقدرش تحسم يمين ولا شمال. كنت أعمل إيه؟ أقوم بالليل كده أقول أصلي وأدعو الله يا ربي بصرني أين الحق في القضية. ليه؟ لأني أريد أن أرضي ربي. افرض احنا كلنا قاعدين دلوقتي، كلنا قاعدين وعرفنا ان السيد المسيح هو الله وهو الطريق الأوحد الموصل إلى الله، المفروض كلنا نبقى مسيحيين في اللحظة التو اللحظة. ليه؟ لأننا نريد أن نرضي ربنا. نحن لا نعبد محمدا ولا نعبد أهل البيت، نحن نعبد الله الذي خلقهم وأوصانا أن يكونوا أعلاما لنا. أيها الناس، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم. المعالم من ضمنها القرآن معلم، السنة معلم، أهل البيت معلم. إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، وإن العبد بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله قاض فيه، وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله صانع به. فخذ من شبابك لهرمك، ومن عافيتك لسقمك، ومن دنياك لآخرتك، واعلم أنه ليس بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. اللهم هل قد بلغت؟ اللهم فاشهد. بهذه الروح. فقال لي العالم العراقي، قال لي يا شيخ احنا ما عندناش، السعودية لا تسمح لنا إلا بنسخة واحدة من كل كتاب. يعني المستعمرة بتاعتنا دي والمكتبة اللي فيها كل كتاب فيه نسخة واحدة، وإلا السعودية دي تعتبر نوع من الدعوة، هو كتاب واحد بس. فقلت له أعطني حتى النسخة الوحيدة عندكم، أعطيها لي، لأني أحتاج إعادة القراءة بإنصاف، ولعل الله يفتح لكم على يدي ما لا تعلمون، ما لا تعلمون. هذه عبارتي التي قلتها للشيخ، كان شيخا بعمامة بيضاء، يعني فوق 60 من عمره. وفعلا طبعا دخلت الكتب دي مع أخو زوج
بنت وزير الدفاع المصري الأسبق أبو غزالة. قلت له يا أستاذ أسامة لو تكرمت هشيل لك شنطة وأنت شيل الكتب دي أو شيل الكتب دي في شنطتك عشان تعدي، ما فيش حد بيفتحوا ويفتشونا. وفعلا عدت إلى مصر وأعدت القراءة، فانتهيت أنه لا طريق ولا نجاة ولا فوز ولا فلاح ولا منجاة أمام الله إلا أن تتبع ما قضى به أهل بيت رسول الله في القرآن والسنة. هم طريقك إلى الله.